مش هنسلق الفراخ المرة دي يا جماعة ولا هنحمرها، هنعملها بطريقة جميلة جدا وكمان سريعة جدا. في ساعة واحدة هيكون كل الأكل عندك جاهز، تقدري تبدأي الأكل دوت قبل الفطار بساعة، يعني منقذة وصحية. هتجيبي الفراخ بتاعتك تكون متقطعة قطع صغيرة، 8 قطع منزوعة الجلد، وشوية توابل مشكلة. كل حاجة كتبها عندك على الشاشة ممكن توقفي وتكتبيها. هنجيب بقى كوباية دقيق وننزل عليهم بالتوابل بتاعتنا، وكيس المرقة الفورية ده هناخد نصه على الدقيق بتاعنا والتوابل. وهنجيب الفراخ اللي احنا نازعين منها الجلد او شايلين منها الجلد ومقطعينها 8 قطع، هنعفرهم بالدقيق كلهم بنفس الطريقه دي. خلاص خلصنا الكميه كلها. هنجيب الطاسه بتاعتنا ونحط فيها رشه من الزيت على معلقه من السمنه. اول ما تسخن هننزل بالفراخ اللي متعفره بالدقيق والتوابل، وهنديها كده تحميره حلوه بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنشيل الفراخ، الفليفر اللي نزل من الفراخ في السمنه هناخده هنصفيه بس بالمصفى بتاعتنا، وهم نازلين بايه؟ بفلفلايه صفراء وحمراء وخضراء وبصلايه متقطعه جوليان. خدت بال حضرتك؟ هو ده الخضار بتاعنا. هننزل بالبصلايه الاول وهنحط عليها رشه من الملح ونقلبها تقليبه بسيطه لحد ما تصفر، ونازلين بالفلافل الالوان المشكله تقليبه، والتانيه هننزل عليهم بطماطمايه مبشوره، وهنقلب لحد لما الطماطم تاخد وتدي مع الفلفل. هنقوم نازلين بباقي كيس المرقه الفوريه، وهنحط كاري وفلفل اسود وبابريكا، وكل حاجه انا كاتبها قدامك على الشاشه. قلبي كويس بقى يا ست الكل، وهننزل هنا بمعلقه عسل اسود مهمه جدا، ودي بديل ايه يا جماعه؟ هنا بديل الصويا صوص. خلاص. وهنقوم نازلين بمعلقه من معجون الطماطم او الصلصه، وهننزل ببصل بجزرايه مبشوره. شوف الخضروات بتاعتنا كلها خضروات صحيه جدا خفيفه جدا. وانزلي بقطع الفراخ اللي احنا كنا شوحناها في الزيت، اديناها تحميره بسيطه، وقلبي بقى كل الخضار بتاعك، الفلافل المشكله بالبصل بالجزر دوت مع الفراخ. وهننزل بقى هنا ايه؟ ب شويه ميه، يعني نقول كوبايه ميه بس تكون سخنه، مش ميه كتير، لان الخضار ده كله مع الفراخ هنزل ميته، وتقفلي عليها تديها غلوه. وبعد كده تشوفيها نزلت ميتها ولا لا. بدات تنزل الميه، اكتمي بقى الطاسه بتاعتك بورقه الفويل. لو انت ما عندكيش الطاسه اللي غطا محكم اعملي بورق فويل، وتقومي قافله عليها. بعد نص ساعه او بالظبط كده 40 دقيقه هتبقى استوت ودايبه دوب، لا سلقناها ولا حمرناها، وصحيه جدا. والخضار ده بقى يا جماعه مع الرز الله وكيل تحفه، جميل جدا، وفطار رائع وخفيف وسهل، وكمان تجديد. الناس الواحد زهق من كتر من الطرق النمطيه اللي بنعمل بيها الاكل بتاعنا. انا عملت بيها رز، عملت جنبها رز حبه وحبه، ممكن تعملي رز ابيض، ممكن رز بشعريه، قدميها بالطريقه اللي انت عايزاها. ممكن تاكليها من غير رز خالص بالعيش، خطيره جدا. وصفة سهلة. الموضوع كله بالظبط خد مني ساعة واحدة. يعني انت لو بدأت في الوصفة دي قبل الفطار بساعة على أذان المغرب هتاكلي وتفطري.